مساء الخير. قد يبدو عنوان المقطع غريب بعض الشيء نظرا للاختلاف الهائل بيني وبين شخصية سيادة الرئيس المرشح من قبل الباشمهندس عاصم عبد الماجد. لكن برضه في نفس الوقت ده يثبت موضوعيتي ان انا رغم هذه الفجوه وهذه الكراهيه الشديده بيني وبين هذا التيار ان انا عندي استعداد ان انا افكر بموضوعيه وارى الاصلح لمصلحه البلد في هذه المرحله. احنا النهارده عندنا وزاره الداخليه، مش وزاره الداخليه، احنا عندنا مدرسه ثانوي البنات في شكل وزاره الداخليه، عندنا جيش في شكل فريق كشافه مش جيش، وطبعا عندنا رئيس شرابة خروج. سيادة الدكتور محمد مرسي هو راجل خرونج، عبارة عن حتة راجل خرونج يخرنج، مش عارف يقعد في حتة. كل شوية لما يقعد في حتة العيال زي اللي هم على أطفال الشوارع دول بتوع الكلة والحاجات دي يتلموا عليه يحدفوه بالطوب ويطلع يجري. ده رئيس الجمهورية اللي عندنا النهارده، شرابة خرج، راجل خرنج. يا سيادة الدكتور محمد مرسي انت راجل خرنج ولا تصلح لأي شيء إلا إنك تقعد جنب أم أحمد. ده أفضل شيء ممكن تعمله في حياتك النهارده. ففي هذا موقف كهذا النهارده مثلا زي وزارة الداخلية، شوية عيال حسالة المجتمع، قمامة بشرية، يروحوا يحرقوا لهم اتحاد كورة، يروحوا يولعوا في نادي الشرطة. طب يعني يقول لك احنا بنطالب تسامح، مفيش ضابط شرطة فيكم معاه آلي يفتح عليهم النار يموت له 20 30 واحد؟ مفيش تجتمعوا مع بعض كظباط شرطه تقولوا ان احنا مش، مفيش ضابط شرطه ولا عسكري حتى واحد امن مركزي هيتسلم بعد كده للقضاء وهو ده اللي هيحصل؟ مفيش قضاء بعد كده. زي ما ابو اسماعيل بيحاصر الدستوريه، لا انتوا روحوا حاصروا الدستوريه والقضاء. مفيش، طلعوا كل ضباط اللي محبوسين دول من السجون، مفيش ولا ضابط داخليه هيتحاكم او هيقدم للقضاء، واللي هيعتدي على الشرطه مش مثلا هنعتقله ولا هنقتله. ما بتعرفوش تقتله؟ طب خلاص سيبوا الشرطه. لو انت ما عندكش القدره على القتل سيب الشرطه. دي من احد مهام الشرطه انك انت تقتل. ما بتعرفش تقتل اتكل على الله. شوف لك مثلا مشغل تريكول البنات ولا جمعيه لرعايه الارامل اشتغل فيها وخلاص خلص على. انما عامل لي فيها ضابط ومهم وامن ورتب وخرا وعربيات وسرينه وبتاع ووزير وبعدين شويه عيال يتلموا عليكم وبتقعد تعيط منهم، بتقعدوا تجروا منهم. يبقى خلاص فعلا يعني ما فيش وزاره داخليه. ده انتهينا من الجيش. من ايام بقى طنطاوي وبتاع، هو فريق كشافه، في فريق كشافه في مصر، مش جيش يعني يعرف، فاهم يعني ايه امن قومي وفاهم يعني ايه مصلحه البلد بتاع. برضه ايدك منه الارض. الرئيس الخرنج منتهي الصلاحيه تماما يعني. الشعب نفسه، هل ده شعب مثلا ممكن حكمه فيها بالذات في هذه المرحله ديمقراطيه وحريه انسان وحقوق ومراه وطفل وحاجات؟ لا، ما ينفع. ده الشعوب زي ما قلت، الشعوب الشرقيه دي يعني اذا كان هناك امل في انها تتحول بالتدريج الى شعوب تؤمن بالحريات والديمقراطيه ده لازم يحصل بالتدريج. لكن الوقت الحالي ده احنا عايزين ستالين. اذا اردت انا جي يعني عايز اخترع شخصيه من التاريخ كده احطها رئيس لمصر القدم، مش هرضى باقل من ستالين. يعني عايز لي 2 3 مليون يكونوا ميتين خلال مثلا شهر، بحيث ان ايه تهدى خالص الامور وتستقر الحكم ونشوف طريق نمشي فيه. اما مع شرابة الخرج وفريق الكشافه ومدرسه ثانوي البنات اللي بيسموها وزاره الداخليه دي، لا ده مش هينفع خالص. الاقرب شخصيه يعني عندها الميول، هذه الميول، وتقدر تتعامل، النهارده اكتشفت انها تقدر، عندها قدره ان تقتل، هو واحد زي عاصم عبد الماجد. عاصم عبد الماجد رجل كان مشترك في تنظيم مسلح قبل كده، يفهم يعني ايه سلاح والى اخره. اشترك في عمليه لاغتيال رئيس جمهوريه، وده قرار خطير يعني، حاجه مش سهله ان الانسان يعملها. فواضح انه عنده جرأه وعنده تخطيط وتصميم واشياء جميله جدا تصلح لتلك المرحله. الراجل اشترك في حصار لمديريه امن اسيوط وفعلا قتل عدد كبير من عساكر وضباط الداخليه في مديريه امن اسيوط. واضح انه عنده قدره على القتل، يعني انك انت تطلق النار على انسان وتقتله، دي مش على فكره مش موضوع سهل. فهو واضح لا، هذا الرجل عنده هذه القدره. فهو رجل ان هو دخل السجن لسنوات طويله وتحمل اهانات وتعذيب والى اخره. واضح ان قدراته او خصائصه التطوريه بتؤهله ان هو ينجو او ان هو يحافظ على بقائه ويستمر. فكلها شخصيات تؤهله انه يكون حاكم قوي. من ناحيه ان هو جماعه اسلاميه وارهاب وتيار اسلام سياسي بتاع، ما هو يعني الشعب نفسه ده وضعه، امكانياته العقليه لا تؤهله لاكثر من هذا.
ما يعني لو جبنا مثلا رئيس اوروبي ولا امريكي عشان يحكم مصر هتجنن، ما ينفعش برضه، مش لا يصلح. فامكانيات الشعب ده وبعدين في نقطه مهمه في الامر، هو الاسلام نفسه بيحول المجتمعات اللي بيتغلغل فيها الى مجتمعات اشبه المجتمعات الحيوانيه. يعني ما الحوار فيها بالعقل وبالمنطق مش موجود. فعشان تتحكم في تلك المجتمعات لازم تستخدم وسائل حيوانيه زي السعوديه كده. السعوديه محكومه لانها هو بيستخدموا وسائل حيوانيه للتعامل مع الشعب. لان هو لو اتعاملت الشعب السعودي، لو اتعاملت مع مثلا فجاه شلت القوانين اللي في السعوديه ورحت حاطط قوانين مثلا اوروبيه وامريكيه، هتبقى مهزله، ما ينفعوش، لا يصلحوا. فلازم تعاملهم يقطع ايد ويجلد، واللي يتكلم يطلع دين امه واعتقال واغتيال هو كده. الشعوب دي ما بتتعاملش غير كده، اتعودت على كده. ف انت عشان تسيطر على شعوب زي دي لازم لها القانون اللي يسيطر عليها، ده قانون همجي وبهيمي ووحش زي القوانين الاسلاميه. طبق القوانين الاسلاميه، اقطع لك ايد كام واحد وجلد لك كام واحد في ميدان عام ورجم وبتاع، وشغلها لنظام الحيوانات ده. هو بس هو ده اللي هيسيطر عليه. مين اللي يقدر ينفذ؟ مين اللي يقدر فعلا النهارده الشخص الوحيد اللي من وجهه نظر قادر ان يضع خطه ان هو يحكم الامن خلال 24 ساعه في مصر؟ يعني انت النهارده خلال 24 ساعه مثلا لازم يكون مثلا من 50 ل 100 الف واحد ميتين، طلقات رصاص، فتح نار مباشر، ما فيش حاجه اسمها غاز مثير للدموع، شويه عيال شمامين الكل دول وبتاع، و6 ابريل و19 اغسطس. بيبقى في رشاشات كده والخزنه، وفي حاجات سريعه الطلقات وبتاع تتفتح عليهم. ومش مجرد انك تقتله واهله ما يستلموش الجثه غير لما يدفعوا مش ثمن الرصاصه بقى، ثمن العمليه كلها. يعني مثلا نقول تكلفه قتل الانسان مثلا ايه 200 جنيه عشان تقتل واحد، لان في عندك سلاح محتاج صيانه وعربيات وبنزين وافراد، كل دي ايه مصاريف. طب احنا ليه الدوله ليه تتحملها عشان نقتل حيوان زي ده؟ لا، اهله يتحملوا، ما دفعوش الفلوس عشان يستلموا الجثه، يبقى ايه تتاخد اعضائه تتباع، او ما تبقى من اعضائه بعد كده تتباع عشان ايه لتمويل العمليه، عمليه القتل هذه، لشويه الحسالة اللي مرمين في الشارع على حرق بقى شيبرد وسمراميس وهجوم مش عارف على ايه. لا لا لا، الكلام لو في رجاله في مصر، في وزاره الداخليه مش مدرسه ثانوي بنات، ولو في حاجه اسمها جيش في البلد ما كناش شفنا المناظر دي، لو كان في رئيس اساسا. فمن وجهه نظري هو عاصم عبد الماجد بمشروعه عن اللجان الشعبيه، وانها تتطور بعد كده تبقى ميليشيات، وحتى يحل وزاره الداخليه ويعمل حرس ثوري ماشي، بس بحيث ان هو يعيد الاستقرار والامن في الشوارع، الناس يعني تنزل الشارع عادي ويبقى في حياه. اسلام بقى خرا، ما هي بايظه بايظه. هو ده الشخص يعني القادر اليوم اللي يمتلك القوه والجرأه والقدره ان هو يفعل هذا الامر. فارجو ان يعني يحظى، اتمنى بالفعل ان تتم اعاده انتخابات الرئاسه. وانا واحد من الناس، لو عاصم عبد الماجد كان مرشح في هذه الانتخابات انا هديله صوتي. طبعا هيقول لك عاصم عبد الماجد انت اول واحد هيقتلك وبتاع قطعت قرار، لا ده كده هتهطل. يعني ما انا برضو مش يعني انا اعرف اقتل اجيد هذه العمليه فايه. يعني وبعدين انا دماغي بقى براقب من بره، يعني مش محتاج، وعمري ما احط نفسي اساسا في مجتمع بالاشكال الوسخه دي. فبس المجتمع النهارده بشكله العام ده هو محتاج واحد زي عاصم عبد المجيد، يبقى تحس ان هو رئيس يطلع يشخر في الشعب، ولا يفتح بقه ويخرج عن النظام هنطلع 3 دين امه، ومشانق واعدامات واحكام بالاعدام وتصفيه جسديه، الحاجات دي عشان ننهي المأساة دي تماما اللي بتحصل النهارده في الشارع المصري. على الاقل نحصل على شيء من الاستقرار او الامن في البلد، وبعد كده بقى ايه يبقى ربنا يحلها بقى بعد كده في القضايا الاخرى ديت. انما احنا حتى الاستقرار والامن خلاص فقدناه، فمحتاج اي حد يرجعه. انا موافق النهارده، بس ايه يستطيع بالفعل ان هو يفعل. انما شويه النسوان سواء داخليه ولا جيش ولا رئيس، ده شويه نسوان دلوقتي ما لهمش لازمه يعني. فده بالنسبه للسيد الرئيس المرشح الرئاسي عاصم عبد الماجد. في طبعا ايه في حاجه اسمها كائن هلامي اسمه جبهه الانقاذ، وبرادعي وصباحي وبتنجاني وبتاع. هل حد يعتقد ان البرادعي والصباحي ده ليهم اي علاقه او ليهم اي سيطره على شويه شمامين الكل اللي في الشارع دول واللي بيحصل في الشارع؟ لا،
بل بالعكس بقى، هو ايه معتقد ان ده في صالحه، وانه فعلا هي حجه انهم بيعدوهم غطاء سياسي. هم بالفعل بيدوهم غطاء سياسي. هم فاكرين بقى ان شويه الصيع دول اللي في الشارع بدل ما هم بيضربوا في الاخوان، فايه سيبهم بقى عشان ايه نوقع الاخوان وايه، وده في مصلحتنا يعني مصلحه جبهه الانقاذ. لكن الحقيقه حتى لو مرسي وقع وهم يعني حصل انتخابات رئاسيه مبكره او حاجه، برضه هيطلعوا يضربوا البرادع وهيحدفوا البرادع بالطوب، والبرادع يعني اضعف كثيرا من ان هو يفعل مثلا زي اللي انا بقترحه على واحد زي عاصم عبد المجيد، ولا صباحي ولا بقى. هم يعني ايه خلاص شرعنوا لهذه الامور وبيدوها غطاء. فلما يتعمل فيهم زي ما التاني الاخوان فتحوا صندوق الشرور، زي ما قلت لهم 1000 مره قبل كده، فتحوا صندوق الشرور النهارده مش الخرنج بتاعهم مش عارف يقفلوا، برضه هم برادعي وصباحي والى اخره، بدلا من ان يدينوا الاعلام السافل المنحط، بدل من ان يدين شويه شمامين الكله وعصابات الشوارع والحشرات اللي عماله تضرب في الشرطه والى اخره، بدل ما يدينوهم لا في ساير ده جيكا مات، جيكا كص ام جيكا على كص ام كريستي على كص ام اي ابن متناكه منكم، شويه كلاب على كص ام شهداء بورسعيد. مفيش حاجه اسمها شويه كلاب اللي ماتوا في بورسعيد، شويه كلاب. ويعني والتراس ده المفروض اهاليهم نفسهم يتقتلوا، اللي طلعوا العيال دي مش العيل نفسه يتقتل، ده مفروغ منها. اهالي ولاد الشرموطه دول يتقتلوا، مش الاعلام يقول لك بيسحلوا يسحلوا ايه، ما يسحلوا يحطوه تحت دبابه اساسا. يلعن دين ابوكوا اعلام وسخ، شويه زباله وحشرات وايه، عمال يطبلوا بقى طول النهار. رجعت بقى انجي تاني اللي تدافع عن شباب، بص المواطن بيسحلوا المواطن، قص ام المواطن، قص ام المواطن يا انجي يا ولاد المتناكه. المهم، فانا واحد من الناس فعلا وبمنتهى الصدق يعني ارى ان خير من استاجرت القوي الامين، راجل قوي حازم يستطيع التصرف في مواقف تاريخيه كهذه ويقدر يسيطر على الامور. واحد زي فعلا عاصم عبد الماجد ارى انه فيه قوه ان هو يقدر يلم البلد، وبعد كده بقى ايه زي ما بقول ربنا يحلها. وده يعني رايي النهائي فيما يحدث اليوم. لكن استمرار الوضع ده بفريق الكشافه اللي بيسموه جيش، ومدرسه الثانوي البنات اللي هي وزاره الداخليه، والخرنج او شرطه الخرج ايهما تفضل، يعني احنا ذاهبين الى الهاويه. احنا كده في حاله سقوط حر. اي حد نتعلق بيه حتى لو كان عاصم عبد الماجد يبقى كويس في هذه المرحله. ده ما عندي بالنسبه يعني مش عايز اخش في تفاصيل المهزله التي تجري على ارض مصر اليوم، بس فعلا بعد تفكير عميق اكتشفت ان الحل هو عاصم، مش الاسلام. مش الاسلام هو الحل، عاصم عبد الماجد هو الحل، الدم هو الحل، القتل هو الحل. والى اللقاء، سلام.